لطالما كانت الجبال تثير غريزة محب الصيد في الزمن الغابر ولا تزال، غير أن الفرق بين العهدين أن قاطني تلك المناطق مثل عرش بني مصر ببلدية حمام الوان لم يبقى الأمر عندهم وسيلة لكسب القوت، بل تعداه إلى هواية وطقس من طقوس الاحتفال. بني مصر هذه يعني احنا كنا في شتو في العادات هذو يعني احنا كنا شفناهم على جدودنا بكري، والحمد لله يعني رفدنا عليهم العادات هذو، والعادات هذو عندهم كما شفتوا البنادق هذوك يعني فيهم يعني غير عادات ماشي غير تاع الشطح وكامل يصيدوا بهم. في رقصات حركاتها متناسقة يحمل الرجال بنادق يداعبونها بأناملهم، وترى كأنهم يتنافسون من أجل شيء ما. يقولوا باللي الرقصة هذه تدل على الرقصة تاع الحجلة. صدق كان المجاهدين بكري وقبل المجاهدين كانوا عايشين بالسيادة، كي تشوفيهم يديروا هكذاك بالبنادق تاعهم الصيد تدير أو يتبع وهما بكري كانوا شغل متشاحنين على السيادة تاع الحجلة هذه. النشان هو تقليد قديم له حكاية موروثة عن الأجداد ترتبط بعادات الزواج. هذا كانوا باغيين يديروها في العراس، العروسه ما يديروهاش كان الشارع لو كان ما يطيعوش العروسه ما تروحش، لازم العرس يجيب واحد يكون يتيري رصاص يضرب رصاص مليح، لو كان يباتوا يوم يثيم من غير تحت النيشان تاع الشارع باش يديروا العروسه. عرش بني مصر أمازيغ جاءوا إلى جبال حمام الوان واستقروا فيها منذ عقود. عرش يعني القبائلي بكري كما نقولوا، احنا مازالوا الجدود نتاعنا مازالوا اباء نتاعنا يهضروها. الاصل لا له مده ما في 1000 ولا 1001 ولا 1002 ما نعرف. حنا جدودنا في 2008 كانوا هنا، 1800 كانوا هنا. من العادات التي بقيت راسخة في المنطقة وحافظ عليها الأبناء إلى يومنا هذا الوعدة السنوية، احتفالات ومأكولات وبارود ترافق الوعدة. شعبية دوار سباغنية تاع بني مصر كاع، يعني من العام للعام نديروا احتفال في القلعة، احتفال تاع بني مصر كامل اللي تلاقاو هنا يجوا من كل بلاد اللي لهنا. حبينا نحيوا بلاد رعاويه، بلاد فلاحيه، بلاد يعني فيها كل حاجه، فلاحيه رعاويه، يديروا النحل، يعني بالمنطقه من وقت الارهاب كانت معامره، كانت الغاشي، كان الناس كانت لاباس بها. الوقت الارهاب هجرت الناس هذه، من وقت الارهاب بدينا من 2006 بدينا نولوا شيئا فشيئا. الوعدة السنوية تقام منذ آلاف السنين في المكان المسمى القلعة نسبة للقبة التي تتربع في أعالي القمة. تخلوا عنها فيما مضى لكن ليس للأبد، فقيمتها عظيمة عندهم وها هم يعيدونها ويعودون إليها. ثم كان قبة، كانوا ثم يجوا الناس يقولوا القلعة، ما يجوا الناس يجيبوا الطعام، العجائز يوجدوا الطعام ثم، والرجال يقعوا على هنا. الناس كانوا هنايا يديروا مصالح بين المجتمع والمجتمع، واحد مع صاحبه يسلفوا دراهم يسلكوا بيناتهم، واحد من دوله مع واحد يسلكوا بيناتهم، واحد يتزوج مع واحد يقرنوا بيناتهم. ما يجذب الحضور في احتفالاتهم سواء التي ارتبطت بزواج أو وعدة سنوية هي الفرق الموسيقية. احنا بني مصر وغلاي وبني مسعود وبني صالح وبني يعقوب عندهم من نفس التقاليد، فالطريقة تاعهم تاع التراث الشعبي الأصيل هذا وطريقة تاع البدوي هذه. المعزوفات التي تداعبها أنامل الفرق الموسيقية هي أنواع، وإن كانت في الظاهر ترتكز على نفس الآلات المستعملة عند الشوية لكن طبوعها مختلفة. هذو القبائل اللي حكيت لك عليهم ينتسبوا لزوج ولايات، هي المندية والبليدة، هما اللي عندهم. وكاين الطريقة تاع الغرب هذوك عندهم طريقة وحدهم، كما طريقة هذا اللي كنا نلعبوا فيه يقولوا له طالبي.
هذو الطريقه اللي في الغرب ما عندهمش، هذوك عندهم الطريقه تاعهم العلاوي عندهم، ماشي كيما نفس الطريقه اللي عندنا احنا، تختلف. فيها مقطوعات تاع طالبي تاع الشطوح، وفيها مقطوعات واحده اخرين تاع الغناء. ثاني كاين الشحاطي، كاين الهداوي، كاين العلاوي، كاين العامري. عادات بني مصر تعبر عن معيشتهم في حضن الجبال التي لم يستطيعوا التخلي عنها رغم العشرية السوداء، واليوم ها هم يرحبون بنا على طريقتهم الخاصة. شاهيناز بخبوز لبرنامج مراسلون.